بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فلا تضربوا لله الأمثال. ويقول عز وجل: ليس كمثله شيء. ويقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري وغيره: كان الله ولم يكن شيء غيره. معناه في الأزل لم يكن إلا الله تعالى، لم يكن مكان ولا جهة ولا عرش ولا فضاء ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا أرض. في الأزل لم يكن إلا الله تعالى، والله عز وجل هو الذي خلق المخلوقات. فكما كان قبل المكان والجهة بلا مكان ولا جهة، فبعد أن خلق المكان والجهة لا زال كما كان، بلا كيف ولا جهة ولا مكان، ولا يتغير عما كان سبحانه وتعالى. وكما كان في الأزل لا يقال فيه داخل في العالم ولا خارج عنه، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، فبعد أن خلق العالم لا زال كما كان سبحانه وتعالى. فقد صرح علماء المذاهب الأربعة من شافعية ومالكية وحنفية وحنابلة أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الاتصال والانفصال، فلو كان متصلا بالعالم لكان له أمثال لا تحصى، ولو كان منفصلا عنه لكان له أمثال لا تحصى. ولكن الحق يقال ما قاله علماء السلف الصالح: إن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجهة والكيف والمكان. صرح بذلك الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وهو من علماء السلف الصالح. وأما المشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه فقد نسبوا الجهة إلى الله، وجعلوا الله عز وجل يشبه خلقه بوجه من الوجوه. وغاية ما عندهم أنهم يقولون إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب، وهذا كلام لا يقبله عاقل. فالله تعالى كان قبل الجهة موجودا بلا جهة، فكما صح عقلا وجوده قبل الجهة بلا جهة، يصح عقلا وجوده بعد الجهة بلا جهة. فالجهة مخلوقة، والله لا يحتاج إلى خلقه سبحانه وتعالى. وأما قولهم لا نعلم أحدا غير متصل بالعالم ولا منفصل ولا فوقه ولا تحته إلا العدم، يقال لهم هذا قياس فاسد، هذا قياس شيطاني، أنتم قستم الخالق على المخلوق. ويقال لهم كذلك: هل علمتم في الشاهد حيا سميعا بصيرا قادرا متكلما إلا وهو ذو لحم ودم؟ فهل تنسبون هذا إلى الله يا أيها المشبهة؟ هذا وقد صرح الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بتكفير من نسب إلى الله تعالى الجهة. نقل ذلك عنهم الإمام القرافي المالكي، وابن حجر الهيتمي الشافعي، والحافظ العراقي، وملا علي القاري الحنفي، وغيرهم. نسأل الله الثبات على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المبتدعة الوهابية
فقد شبهوا الله تعالى بخلقه ونسبوا إليه الجهة، وهاكم ما قاله أحد زعمائهم وهو ابن عثيمين. أما الآخرون فنقول لهم إن نفيكم للجهة يستلزم نفي الرب عز وجل، إذ لا نعلم شيئا لا يكون فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا متصل ولا منفصل إلا العدم.